السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض افكار مختلفه ومتنوعه لاسبوع النونو. افكار سهله وبسيطه ان شاء الله. البطرونات اللي استخدمتها كلها هنزلها لكم على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناتي التليجرام اللي حابب ان هو يجربها. تمام، وهنعمل مع بعض كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي خطوه بخطوه بافكار سهله جدا او بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هجيب فوم جليتر من اللي بيلزق. تمام. لونه ازرق، وهبدا ان انا اعمل كده الاشكال اللي عندي. أول حاجة شكل السلوبيتا، هابدأ إن أنا أقصها بالطريقة دي، والقلب برضه هاعملها بفوم لونه سيلفر. تمام، أنا استخدمت أي حاجة بقى تنقّطي بيها، مقص سِنّه رفيّع، عصاية شيش طاووق، أي حاجة. تمام، وأبدأ إن أنا أمشي على الباترون بالشكل ده أهو. وهنا بقى الببرونة هامشي على الشكل الخارجي كلّه بالطريقة دي. وبعد كده بقى هامسك الأجزاء اللي جوّه هاعملها باللون الأزرق علشان شكل الببرونة يوضح معايا. أهو أنا هاعمل الجزء اللي فوق ده والقلب وأقصّه. تمام، هاقصّه وألزقه بالشكل ده أهو، هاضبّطه لو محتاج أي تضبيط. تمام، بعد كده القلب برضه هاعمله باللون الأزرق. الشكل بيبقى لمّا بانقّطه بيبقى واضح جدًا معايا، فابدأ إن أنا أقصه بسهولة. أنا حابة بالقلم الماركر كده وهامشي عشان الشكل الخارجي هو مش واضح أوي في التصوير، بس هو بيدّي شكل كده. بعد كده الشكل دوّة هابدأ إن أنا أمشي برضه على الشكل الخارجي كلّه. تمام، وهاعمله باللون السيلفر، وبعد كده هاجيب اللون الأزرق وهابدأ إن أنا أمشي على الأجزاء الداخلية برضه. وأقصها بقى بالراحة خالص. طبعًا لو بتتلخبطوا ممكن إنكم تعملوا جزء، جزء أو ترسموه أو تقصوا الباترون ذات نفسه اللي في الورقة وبعد كده تثبّتوه وتعملوه، بس دي الحركة دي بتوفّر عليَّ. أنا باخد بالي. تمام. لكن لو أنتم لسه مبتدئين أو الحركة دي هتلخبطكم مش هتعرفوا النقط بالضبط دي بتاعة إيه ودي بتاعة إيه، ممكن تقصوا الباترون اللي في الورقة الأول وبعد كده تبدأوا تثبّتوه على الفوم اللي عندكم وتعملوه. تمام، أهو. الشكل اللي بعد كده بقى برضه هامشي عليه كلّه باللون السيلفر. وبعد كده بقى الأجزاء الداخلية دي هابدأ إن أنا أعملها باللون الأزرق. تمام، وبكده يكون ال4 أشكال جهزوا معايا، أهو ده شكلهم النهائي. بعد كده بقى الرجل دي أنا حابة كده أعمل من برّه زي كَف كده خارجي، علشان ده هاعمله باللون السيلفر والحاجات اللي جوّه هاعملها باللون الأزرق، فأنا هامشي كده عليها. تمام، وهاعمل رجل، رجل علشان القطع ما تتلخبطش مع بعض، فهانفّذ القطعة الأولى الأول وأثبّت عليها الأجزاء بتاعتها، وبعدين أعمل القطعة التانية وأثبّت عليها الأجزاء بتاعتها، زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي. أهو بدأت أنفّذها أهوّة وألزقها بالطريقة دي. تمام، كده الكَف خلص معايا، كعب الرجل خلص معايا، هابدأ إن أنا بقى القلب كمان أعمله. طبعًا الألوان دي اختيارية، كل واحد ممكن تخلّوا السيلفر هو اللي تحت، الأزرق هو اللي تحت، بس دي يعني الألوان اللي أنا حسّيت إن هي أفضل يعني. تمام، هاعمل بقى الكعب التاني بنفس الطريقة، فعشان كده أنا مسرّعاه. ما حبيتش أقطع عنكم أي حاجة، لإن في ناس بتقول إن هُم عايزين يعرفوا التفاصيل. دي كلمة مراد. تمام، طبعناها على حجم كبير يعني، وهابدأ إن أنا أقلب كده الكلمة، وهانفّذها على الفوم. فوم لونه أزرق، وهابدأ إن أنا أمشي بالمقص كده بسِن المقص سِنّه رفيّع، أو ممكن ما عندكيش مقص سِنّه رفيّع ممكن عصاية الشيش تاووك زي ما قُلت لكم. وهابدأ إن أنا أمشي بالطريقة دي، زي ما قُلت لكم الطريقة دي لو هتلخبطكم أنتم ممكن تقصوا الشكل شكل، أو تقصوا الحرف في الورقة الأول، وبعد كده تعكسوه وتثبّتوه على الفوم وتمشوا عليه بالقلم يبقى واضح. تمام، وهابدأ بقى إن أنا أقص بقى كده قطع، قطع.
أنا ما رضيتش أقص أي جزء من التقطيع أو كده، علشان اللي بيحب يتفرج على التفاصيل كلها يبقى واخد باله معايا. أهو قصيت حرف حرف. طبعا زي ما قلت لكم أنا واخدة بالي قوي من النقط، والنقط بتبقى واضحة جدا، بس في ناس لو بتتلخبط ممكن تجرب طريقة إن هي تفرغ الورق الأول وبعد كده تثبته. أهو هعمل كده بقى في الحروف كلها. بصوا أنا هنا آخر حرف دوت اتلخبطت فيه شوية، بس الحمد لله يعني ظبطته. أهو لزقته فوق بعض، الجزء اللي أنا غلطت فيه أهو هثبته فوق بعضه، ده كده شكله النهائي. بعد كده بقى الهلال هبدأ إن أنا عايزة أعمل هلالين باللون السيلفر وهلالين باللون اللبني، وكلمة مراد هثبتها على فوم لونه أزرق، وهبدأ إن أنا أمشي كده على التفاصيل كلها بالراحة خالص وأقصها. أخلي الباترون اللي في الورق موجود قدامي علشان وأنا أقص بالراحة وآخد بالي وما اتلخبطش في حاجة. تمام، وخليتها كمان بالتشكيل بتاعها زي ما موجود في الورق بالظبط أهو بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى ده شكل التاج. هبدأ ان انا اعمل التاج الخارجي كده كله باللون السيلفر. تمام. طبعا بعمل الدايرة اللي فوق دي بس بعملها حجمها صغير شوية عن الاصل اهو، علشان لما اعمل دوريات كده الاصلية بقى تكون كبيرة، فلما تتحط عليها تبقى واضحة واللون السيلفر تحتها ما يبانش اهو بالشكل ده. كده ده شكل التاج معايا. تمام. لو في اي حاجة باينة او اي زوايد ببدأ ان انا اظبطها اهو كده ده شكل التاج. النجمة بقى برضو انا هعمل نجمتين باللون السيلفر ونجمتين باللون اللبني. هنا بقى كلمة مراد بس بحجم صغير، هبدأ اعملها باللون السيلفر كلها. تمام، هثبت حرف حرف كده وابدأ ان انا انقطه بالشكل ده. اهم حاجة في الحروف لازم نقلبها علشان لما نقصها تبقى شكلها مظبوط معانا. اهو حرف حرف بقى هبدأ ان انا اقصه بالشكل ده. الام، بعديها اليو، بعديها الار. تمام، بعديها الاي والدي. تمام كده الحروف جهزت معايا. النجوم بقى عايزه اعمل نجوم كتير قوي باللون السيلفر واللون اللبني، فهبدا اقص بقى كده. هقص واحده الاول واخليها هي الباترون بتاعي، اثبتها كده واعمل عليها اهو بالقلم. هو ده اللي انا بقول لكم عليه، ممكن تقصوا اصلا الباترون وتمشوا عليه بالقلم لو انتوا بتتلخبطوا بالنقط وكده او مش هتبقى واضحه بالنسبه لكم. تمام، فانا قصيت نجمه بالنقط، وبعد ما فرغتها خليتها هي الباترون بتاعي اللي انا اقدر ان انا اثبته كده على الفوم، وابدا ان انا اعمل نجوم كتير بقى. ابدا بقى ان انا اقصها واحده واحده كده بالراحه. وفي شويه فوم كده معايا فاستخدمت القطاعه دي، حلوه قوي لو في اجزاء صغيره من الفوم ممكن تعمل لك نجوم عادي بتطلع مظبوطه وشكلها حلو. برضو هعمل نفس الموضوع في اللون الازرق. هقص واحده وابدا اخليها هي الباترون بتاعي واقصها بقى بالشكل ده. هي دي كل النجوم اللي انا عملتها سواء بالسيلفر او باللون الازرق. تمام، هنيجي بقى للهلال. انا هعمل هلال برضو باللون السيلفر واللون الازرق. ابدا بقى اقص زي ما قلت لكم، هقص واحده الاول وبعدين اخليها هي الباترون بتاعي واعمل بقى هلال كتير كتير باللون الازرق واللون السيلفر. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا مرضتش اقطع اي حاجه علشان في ناس كتير بتطلب مني التفاصيل وعايزين يشوفوا وانا بقص وانا بعمل كل حاجه، فانا خليت لكم الفيديو. اللي شايف ان الفيديو طويل في حته معينه ممكن ان هو يسرعه، ما فيش مشكله. بس في ناس بجد طالبه مني التفاصيل ان انا بقطعها ازاي برسمها ازاي. فانا مخليه الفيديو بكل تفاصيله. اللي شايف ان في حاجه هو عارفها يقدر يستغنى عنها ممكن يقدم الفيديو، مفيش مشكله. تمام، ودي بقى الهلال والنجوم كلها اللي انا عملتها. تمام، زي ما قلت لكم الهلال برضو انا عامله الوان بالسيلفر والوان
وهنا ثبّتت هلال ونجمة ونفّذتهم باللون الأزرق. دي كانت أفكار النهارده، أتمنى أفكار النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم أفكار النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.